تقر من شي يا سلام. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن قدري لن يغيره قلقي فهدأت نفسي، وعلمت أن راحتي في ذكر الله وحده فذكرته، وعلمت أن عمري لن أعيش بعده فطابت دنياي، فعلمت أن صبري يدخلني جنة ربي فشكرت ربي. أراد إخوة سيدنا يوسف أن يقتلوه فلم يمت، ثم أرادوا أن يمحي أثره فارتفع شانه، ثم تم بيعه بثمن بخس ليكون مملوكا فأصبح ملكا، ثم أرادوا أن يمحوا حبه من قلب أبيه فازدادت. فلا تقلق من تدابير الناس فإن إرادة الله فوق إرادة الكل، فعال لما يريد، كن فيكون، فالحمد لله رب العالمين.